السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، كنتمنى يلقاكم فيديو اليوم في أحسن الأحوال، وشكرا لكم بزاف على تعليقاتكم الزوينة. نتمنى نكون في حسن ظنكم. واليوم إن شاء الله غنحضر لكم خبيزات أو خبز الدار بحال المخابز بالسميد أو الفينو، كيجيو ناجحين ورائعين وهشاش. فبقاو معايا مع المقادير وطريقة التحضير. غنحتاجو في هذه الوصفة كيلو ديال السميد الناعم أو الفينو، الماء الدافئ حسب نوعية الدقيق، ملعقة كبيرة من السكر، وملعقة من الملح وحسب الذوق، 3 ملاعق من النخالة، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية. نبداو على بركة الله في العجانة أو باليد. غنوضع السميد ديالي والسكر ونضيف الماء بالتدريج مع العجن لمدة 5 دقائق. وفي وعاء غنخلط الخميرة الفورية مع الماء ونخليها على جنب حتى تفاعل. بعد ما تعجنات ليا العجين ديالي لمدة 5 دقائق غنضيف لها الملح ونردها مرة ثانية تعجن ليا مزيان. كما كتشوفوا القوام ديال العجين ديالي خاصها تكون كتلصق شويه شويه. ودابا غادي نضيف الخميره الفوريه اللي تفاعلت ليا مزيان وغنضيفها للعجين ونردها تعجن مره اخرى. منين كنتاكد ان الخميره انسجمت ليا مزيان مع العجين، هذا هو الشكل ديالو كيكون طري ورطب. دابا غادي نضيف عليه 3 ملاعق من النخاله ونردها تعجن للمره الاخيره. بعد ما وجد العجين ديالي، دابا غادي نغطيه ببلاستيك غذائي ونحطه في مكان دافئ حتى يتضاعف الحجم ديالو. هذا هو شكلها بعد ما ضعفت لي العجين. كنخوي منها الهواء وندوز نشكل منها كويرات حسب الرغبة. هنايا انا استعنت بالميزان، الا كان متوفر عندكم تقدروا تستعملوه، او كما كنقولوا عيننا ميزاننا. كنسالي تشكيل الكويرات ديال الخبز وندوز نقرصهم بالنخاله. نتوما اللي حبيتوا تقدروا تستعملوا السميد او الزرارع حسب ذوقكم واللي متوفر عندكم في الدار.
كنستمر كما كتشوفوا حتى نسالي جميع الكويرات ديالي. منين ساليت الخبيزات ديالي دابا غادي نحولهم للطاوه اللي يدخلوا فيها الفران، وغادي نقرصهم ونغطي عليهم لمده 20 دقيقه او حسب الجو. ونشعل الفرن ديالي بحراره 250 درجه وندخلهم 15 دقيقه حتى يطيبوا ليا ويتحمروا وياخذوا شكل زوين. وهذا هو شكلهم بعد ما خرجتهم من الفرن، كيجيو محمرين غزالين بهذا اللون. كنتمنى انه يعجبكم وتجربوه وتخليوا لي تعاليقكم الزوينه. ودابا غادي ندوز نحل لكم ولا نقطع لكم وحده باش تشوفوها من الداخل. كيجيو رطبين وهشاج كما كتشوفوا. فكنتمنى انهم يكونوا عجبوكم، وما تنساوش الضغط على زر الاعجاب وكذلك الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد وصفاتي. وشكرا لكم على المتابعه، مع السلامه.